سماعتك جاهزة؟ طب يلا بينا، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب لأن اللي جاي ما ينفعش أبدا يفوتك. في البداية كده أحب أقولك اللي بيخاف يطلع بره. فيلم النهاردة قصة حقيقية بدأت سنة 1971 بأسرة جميلة بتبدأ تنقل نفسها لبيت جديد، فرحانين وبينقلوا كل حاجاتهم جوه البيت، وكريستين بتعلق الأجراس بتاعتها قدام الباب، ومن بعيد بتلمح أختها إبريل اللي بتلاقي لعبة غامضة وبتلعب بيها في المكان اللي هي فيه. وبالليل الأب بينزل وبيلاقي مكان جديد وبيكتشف إن هو القبو لكنه مقفول ومش بيتفتح أبدا. بعدين الأب بيروح يستكشف وممكن يلاقي الحاجة في المكان لكنه مش بيلاقي حاجة وبيستغرب إن هو ليه مقفول. وبعدين مراته كارولين بتلاحظ إن الكلب بتاعهم مش راضي يدخل جوه البيت. وبعدين الصبح بتلاقي علامات غريبة جدا على جسمها وان كل ساعات البيت واقفة عند الساعة 3. بعد شوية بيسمعوا صوت إبريل بتصرخ وبيجروا عليها بيلاقوا ان الكلب بتاعهم مات في غموض. بالليل الاب بيسمع اصوات غريبة جدا واصوات بتتحرك في المكان، لكن فجأة بتظهر نانسي وبتقول لباباها ان سيدني بتمشي تاني وهي نايمة، فبيطلع الاب وبيهديها، بتكون بتخبط راسها في الحيط وبينيمها مكانها وبيمشي. وتاني يوم مراته بتلاحظ ان العلامات اللي على جسمها بتزيد اكتر واكتر. بعدين جوزها بيقول لها حبيبتي انت لازم تكشفي. وبعدين بيخرج لشغله وبيلاقي كل الحمام اللي بيعدي على البيت بتاعهم بيقع ويموت، فبيمشي ومش بيشغل باله. وبعد شوية الأطفال كلهم بيروحوا المدرسة وبتفضل الأم والبنت الصغيرة لوحدهم في البيت. وبعدين الأم بتكتشف إن بنتها بتتكلم مع حد في الأوضة، فبتقول لها إن ده صاحبها لوري، فمامتها بتقول إن هو بيتهيأ لها وبعدين بتلعب معاها. وبعدين بتستخبى في مكان فالأم بتدور عليها ومش بتلاقيها. وبعدين الدولاب بيتفتح لوحده وفي ايد غريبة بتطلع منه بتسقف للأم، بتروح ناحية الصوت بس بتكتشف إن بنتها جاية من الأوضة التانية. بالليل حد بيشد كريستين وهي نايمة من على السرير، وبتكون فاكرة ان نانسي هي اللي عملت كده، لكنها بتصحى وبتلاقي ان الباب اتقفل لوحده، فبتصحي اختها وتقول لها الحقي في حد واقف ورا الباب وشكله مخيف جدا. وبتصحى عشان تشوفه وبيجي الاب والام على صريخ بناتهم، فكريستين بتصرخ وبتقول لهم في حد كان هنا معانا في الاوضه وقال لها ان هو عايز يقتل كل عيلتها. والام وهي راجعه الاوضه بتاعتها بتلاقي ان كل الصور اللي في البيت وقعت واتكسرت. وكمان بتسمع صوت غريب جدا جاي من القبو، وقبل ما تطلع من القبو الباب بيتقفل عليها وبتتحبس تحت، وتحت العفاريت بيلعبوا معاها صابواي وكل حاجه بتتحرك حواليها والنور بيطفى عليها فجاه. ولما بتولع الكبريت عشان تشوف ايه اللي بيحصل فجاه بتلاقي ايوه ما انا مش هتخض لوحدي. بعدين نانسي بتسمع صوت جاي من الدولاب، ولما بتفتح الدولاب بتلاقي كيان شرير هجم عليها، وطبعا الاب بيجي على صريخ بناته. وهنا بقى خلاص صدقوا ان البيت مسكون بكيان شرير ولازم يلاقوا حل. وهنا بنلاقي اد ولورين اللي متخصصين في فك الشعوذه والارواح الشريره، بتروح لهم كالورين وبتستنجد بيهم، فبييجوا معاها للبيت وحكت لهم كل اللي حصل معاها ووريتهم الاماكن اللي حصل فيها حاجات غريبه. وطبعا اد بيسجل كلامها كله عشان يفكر في سبب منطقي للي بيحصل. وهنا لورين بتلعب باللعبه اللي مع إبريل وبتلاقي طفل غريب فعلا واقف وراها. إبريل بتقول لها اعرفك بصاحبي لوري. ولما بتروح المكان اللي لقت فيه إبريل اللعبه بتشوف خيال جثه وبيكون جوزها مش شايفها، فلورين بتجمعهم وبتقول لهم ان في كيان شرير جدا مسيطر على البيت وقاعد معاهم، وان هي من ساعه ما دخلت شايفاه في كل حته في البيت. وبعدين اد لما بيرجع ويسمع التسجيلات بيكتشف ان صوت الام ما كانش باين في التسجيل خالص. وهنا لورين بتوري له كل حاجه جمعتها عن البيت، وان كان في ساحره ساكنه في البيت اسمها باتشيبا، كانت بتمارس كل انواع السحر الاسود لدرجه انها كانت بتحب الشيطان وقدمت ابنها اللي عنده شهرين ذبيحه للشيطان. وبعدين ما استكفتش بنت اللذينه وانتحرت وقتلت نفسها عشان تقدم نفسها قربان للشيطان، لعنت اي حد يدخل بيتها من بعدها. وتاني يوم بيرجع اد ولورين ومعاهم صف كبير من المصورين عشان يشوفوا ويسجلوا كل حاجه بتحصل، وكمان بيحطوا كاميرات بره عند الشجره عشان يشوفوا لو حاجه بتحصل بره البيت. وهنا كالورين بتستعطفها وبتقول لها ان بناتي كل حاجه في حياتي وارجوكي ساعدينا نتخلص من الكابوس اللي احنا عايشين فيه ده. فلورين بتطمنها وتقول لها كل حاجه هتتحل. وبالليل بيكونوا مستعدين للمراقبه، وإيد بيحط صليب في كل حته عشان يستفز الشيطان يخلوه يظهر. وبعد شويه بيجي لهم ويفتح باب القبو لوحده، فبينزل اد ولورين على هناك، لكن رورين بتشوف رؤية وبتتعب جدا وبيطلعوا بره. وبيخلص اليوم على كده والساعة بتيجي 8، وتاني يوم بيشموا نفسهم ويحسوا ان الموضوع انتهى وبيبقوا مطمنين بوجودهم. لكن بعد شوية ولورين بره البيت بتحس ان في حد واقف في الأوضة مع الأم، وبنلاقي ان الأم أصلا نايمة وفي علامات جديدة بتظهر على ايديها. وبعدين بيجي الكيان وبيسيطر عليها، وبتيجي لورين عشان تطمن عليها، لكن هي بتقولها ان هي كويسة جدا ومفيش حاجة، لكن هي بتتأكد ان هي بتداري حاجة معينة. بالليل بيقعدوا يراقبوا الكاميرات وفي حد منهم بيلاحظ حركة غريبة في المكان،
وبتظهر واحده شكلها غريب جدا وبتمشي بسرعه من قدامه، ولما بيروح بيشوفها بتشد وتمشي. وهنا الشغل العالي بدأ. البنت الصغيره بتمشي وهي نايمه وبتدخل اوضه والباب بيتقفل عليها فجاه، فبيطلعوا بسرعه يلحقوها بيلاقوها ان هي اختفت من الاوضه. فايد هنا بيشغل الاشعه فوق البنفسجيه وبيفضل ماشي ورا اي حراره عشان يوصل لجسم البنت، فبيتتبع خطواتها وبيلاقيها في الدولاب، فبيلاقي مخبأ سري بتكون مستخبيه جواه. فابرر الصغيره بتعرفهم ان ده المكان اللي بيلعب فيه صاحبها لوري، وبيقعد هناك لما بيكون خايف. فبتدخل لورين المكان وبتعرف ان اللعبه متاخده من هنا وان الطفل ده شخصيه حقيقيه. وكمان بتلاقي الحبل اللي شنقت بيه الساحره نفسها، وهي طالعه من المكان الخشبه بتتكسر وبتقع جوه القبر. ولما بتقع بتحاول تشغل اللعبه تاني، وهنا بتشوف رؤيه وبتشوف جسم الساحره متجسد في كيان شيطاني، لكن بيرجع جوزها وبيلحقها في اخر لحظه وبتكون السلسله وقعت منها. وبعدين الكيان ده بيفضل يرعبهم وبيشد نانسي وبيكون هيخلص عليها. وبعدين بتيجي لورين وبتقص شعرها وبتخلصها منه، وبعدين بيجروا بره البيت ده كلهم وبيقرروا ان هم يقعدوا في بيت تاني عقبال ما يحلوا الموضوع السحر ده. بيروحوا الكنيسه وبيتوسلوا للاب فرانك ان هو يطهر البيت من الشعوذه اللي فيه، وبعدين بيقول لهم ان الموضوع اكبر منه ومنهم وانه محتاج راي كبار مجلس الفاتيكان في الموضوع الاول. وبالليل السلسله بتتحرك لوحدها وبتصحى البنت فجاه وبتدور على اهلها، وطبعا بيحصل لهم حاجات غريبة وكأن الكيان راح معاهم البيت التاني. وبعدين وهي ماشية في الطرقة بتشوف ست عجوزة كده ماسكة العروسة أنابيل وبتبص لها برعب شديد. وبعدين بيوصل فجأة إد ولورين لبيتهم وبيلحقوا بنتهم جوري على آخر لحظة، وبتقول لهم إن هي شافت أنابيل بره على الكرسي، لكن إد بينزل الأوضة وبيقول لها إن هو حافظها في المكان ده ومتقدرش تطلع منه تاني. وبنروح للبنات اللي بيقولوا لباباهم ماما خدت كريستين وابريل وما نعرفش راحت بيهم فين. فبيتصل بإيد يحكي له، فبيقول له ان الكيان خلاص استحوذ على مراتك، فخد البنات ورجع تاني على البيت عندها. وبيروحوا كلهم البيت وبيسمعوا صوت بنات بتصوت في القبو، وبيلاقوها عايزه تقتل كريستين بنتها. ولما بيحاولوا يخرجوها من البيت عشان تروح الكنيسه جسمها كله بيتحرق والكيان الشيطاني ده بيسحبها ويدخلها جوه. وهنا بيعرفوا ان مش هينفع يستنوا الكنيسه ترد عليهم ولازم يطردوا الروح الشريره دي من البيت. فبيبدا قد يعمل الطقوس وبيرمي عليها ماء مقدس، وبتبدا كل حاجه حواليهم تتحرك بشكل مرعب. وبعدين كل الطيور والغربان بتحوم حوالين البيت، والام بيتحول شكلها لشكل الساحره الشريره. وقد مش بيخاف وبيكمل لحد ما بتطير بالكرسي وبتقع على الارض، وبيكون شكلها استغفر الله العظيم يا رب، وبتعرف تهرب وبتروح على بنتها الصغيره ابله. عمالين كلهم يوقفوها ويفكروها بذكرياتها مع ولادها وان هي بتحبهم وما ينفعش تستسلم للكيان، وبتفكرها بالصوره اللي بتحبها لولادها وبتقول لها قد ايه هي بتحب بناتها. لحد لما الكيان بيخرج منها وبترجع كالورين لجسمها تاني تحضن بناتها. وهنا بترجع الأسرة تاني تعيش حياتها الطبيعية، وبتيجي البنت الصغيرة وبتدي لورين السلسلة اللي كانت واقعة منها. وهنا بنشوف إد وهو بيحط اللعبة الشيطانية في المكان اللي بيحتفظ بيه باللعب اللي فيها كيان شرير. وهنا بيخلص فيلمنا النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات. كتب الفيلم وسجله سلمى محمود، ومونتاج عبد الله الحداد. نشوفكم الفيلم الجاي.